بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة للجيش وللثوار المخلصين من أبناء هذا الشعب لتجميع القوى وتوحيد الصفوف ووضع خطة تحت قيادة الجيش الليبي بالدخول لمدينة طرابلس مدينة بنغازي والاستيلاء على كل الأماكن اللي تواجد فيها المجموعات الإرهابية والقضاء عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الانتفاضة العامة العارمة اللي حدثت في مدينة بنغازي منذ يوم أكثر من 5 أيام وهم يعدوا لهذه الانتفاضة. استطاعت الجيش والمدنيين والشباب المخلصين بالانقضاض على هذه المجموعات في الأوكار، وآخرها أكبر تجمع هو معسكر 17 لأنصار الشريعة اللي هو معسكر 17 فبراير. استطاعوا أن يدخلوا هذا المعسكر وأن يستولوا على الذخائر والأسلحة الموجودة فيه، كذلك عدة أماكن من ضمنها قصر ولي العهد السابق اللي هو كان مخزن للأسلحة والذخائر، وأيضا محيط مدينة بنغازي أصبحت آمنة بفضل الضربات الجوية، وهم الآن في تقهقر مستمر يعني. حضرتك وصفت ما يحدث بالانتفاضة، نود أن نفهم أكثر، يعني هل هي فقط حرب، عمليات مسلحة؟ كيف يشارك المدنيين في ذلك، خاصة هناك كان دعوات عديدة للتظاهر دعما للجيش؟ كيف لم نفهم تماما كيف يمكن التظاهر في وقت الحرب سيد عبد الله؟ الشباب مدينة بنغازي ذاقوا ذرعا مما يحدث في هذه المدينة، وقاموا بتأمين المناطق. كل الشباب كل حصن المنطقة متاعه، وضعوا المتاريس والبوابات ونقاط التفتيش بحيث يتم تضييق الخناق على هذه المجموعات. والجيش استطاع أن يدخل للشوارع الرئيسية والأماكن التي تتواجد فيها هذه المجموعات حتى تكون ساحة للقتال بعيدة، بحيث لا يستطيع هؤلاء اللجوء إلى المناطق الخاصة بالمدنيين أو الدخول في المنازل أو الاعتداء على أرواح البريئة. وبالتالي هذه انتفاضة لحمة ما بين الجيش والشرطة والمدنيين لتخليص هذه المدينة مما يحدث فيها منذ أكثر من عام ونصف. ولكن مجلس شورى بنغازي يصف دعوات التظاهر هذه وهذا الحراك بأنه محاولات يائسة من قبل ما وصفها بفلول عملية الكرامة وأتباع اللواء خليفة حفتر. هل هذا يدلل أنهم في موقع قوة اليوم حتى الآن على الأقل؟ من هم مجلس شورى ثوار بنغازي. نعم. هذه دعوات يائسة يقوموا بها، وهم الآن في حالة هروب من المواجهة العسكرية، ويلجؤون إلى المباني ويلجؤون إلى المستشفيات والأماكن حتى لا يستطيع الجيش بالقصف أو ضرب هذه. يحتمون بالمدنيين ويستخدمون المدنيين دروع بشرية والأماكن العامة. هذا يدل على ضعفهم وفقدانهم السيطرة الفعلية على مدينة بنغازي. اللواء المتقاعد خليفة حفتر خرج إلى الشعب الليبي في خطاب بيان طويل قرأه عليهم يتعلق بالأوضاع وسيرورة المعارك اليوم. نود أن نفهم أكثر، هل هناك تنسيق مع الجيش الليبي؟ هل القتال تحت راية الجيش الليبي فقط؟ كيف موضوع تنسيق العمليات اليوم يأتي؟ بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي أصبحت الشرعية للجيش الليبي، وأي مجموعة تريد أن تقاتل الإرهاب تحت مظلة الجيش الليبي مرحب بها وتحت شرعية الدولة الليبية. حضرتك أبدأت مخاوف من ربما وكثيرين تخوفوا حقيقة على المدنيين في بنغازي، والحكومة الليبية دعت المنظمات الإنسانية في بيان لها طبعا والهلال الأحمر إلى الدخول إلى المدينة تحسبا لأي إصابات. هل الوضع باتجاه الأسوأ ميدانيا ومدنيا سيد عبد الله؟ ما الذي تتوقع؟ هل هناك تنسيق مع هذه الجهات؟ تحسبا لردود الفعل، لأن هذه المجموعات قد تكون بعمليات انتحارية ويستخدمون وسائل النقل الخاصة بالجرحى في عمليات تفجير، وتحسبا لحدوث ما هو أسوأ حدث استنفار عام في مستشفياتنا سواء كانت في المرج أو البيضة أو طبرق أو الأبيار، تحسبا لأي حادث قد يحدث يعني. نتساءل أيضا مع هذه النقلة النوعية ربما في مسار المعارك، هل من دعم دولي أو عربي قدم لهذه القوات حاليا؟
بكل تأكيد المجتمع الدولي يقف مع ليبيا ويساند القضاء على العمليات الإرهابية، ولكن المجتمع الدولي تخلى عن الدعم المباشر والدعم اللوجستي للجيش الليبي. المجموعات الإرهابية تتحصل على السلاح والذخائر بطرق غير مشروعة، وللأسف الحكومة عندما تقدم طلب للحصول على سلاح أو ذخائر وفق الإجراءات البيروقراطية اللي تحدث في المنظمات الدولية لا نتحصل على السلاح إلا بشق الأنفس، وهذا يعرقل بناء الدولة وبناء مؤسسات الجيش والشرطة.